فيديو جديد من سلسلة لفة في أسيوط، والنهاردة هنتكلم عن مركز ديروت. ديروت هي مدينة ومركز من أكبر مراكز محافظة أسيوط، فيها حوالي 38 قرية أو أكتر، واللي منهم صنبو وعواجة وقصر حيدر والمطاوعة والرياض ونزلة بدوي وجرف سرحان. تتقسم قرى ديروت إلى قسمين، قرى الشروق وقرى الغروب، وعلى حسب موقع القرية بالنسبة لترة الإبراهيمية، لأنها بتقسم ديروت نصين. من أهم قرى ديروت قرية دشلوط. دشلوط هي من أكبر قرى مركز ديروت، وهي من أغنى قرى ديروت وأسيوط عموما، وهي بتكون أقصى الشمال الغربي لديروت، وفي انتظار إنها تتحول لمدينة، وده علشان موقعها الجغرافي المتميز، وكمان فيها مدينة صناعية كبيرة، ومنها وصلة الطريق الصحراوي الغربي بتربطه بالطريق الزراعي. كمان فيها مسجد العارف بالله إبراهيم أبو العيون، وده من أهم معالم محافظة أسيوط واللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. طب يا ترى هي ليه اسمها ديروت؟ سمت كده عشان قرية من أكبر القرى اللي في المركز، واللي اسمها ديروت الشريف، واللي كانت زمان اسمها ديروت سارة أبام، بس طبعا المصريين مش بيسيبوا حاجة في حالها، فعلشان كده اتحرفت وبقت ديروت، واللي معناها شجرة الكثيفة أو الأم المرضعة. تعال نلف لفة في تاريخ ديروت. استقر في ديروت كتير جدا من القبائل العربية، وكمان كان لديروت دور كبير في مقاومة الاحتلال الإنجليزي. تعال كده نشوف آثار ديروت. من أهم آثار ديروت دير القديس أبو لولو، وده المكان اللي كان بيتجمع فيه الكثير من الرهبان بقيادة أبو لولو. وكمان لقي في ديروت آثار كتيرة قبطية، ومنها لوحة موجودة في المتحف القبطي، ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس أو السادس ميلاديا. من أشهر أعلام ديروت الشاعر الكبير حافظ إبراهيم، بين قوسين شاعر النيل. ولد حافظ إبراهيم في سنة 1872، وهو من أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث، وبقى اسمه شاعر النيل بعد لما عبر عن مشاعر الشعب. كمان أصدر ديوان شعري فيه 3 أجزاء، ترجم كثير من قصائد وكتب شعراء وأدباء الغرب مثل شكسبير وفيكتور هيجو، وتوفي في سنة 1932. الدكتور محمد نايل، وده ساهم في بناء الكثير من المعاهد الأزهرية في أسيوط وباقي الجمهورية، وكمان كان رئيس لنادي أعضاء هيئة التدريس لجامعة الأزهر من عام 1964 لحد 1970. كمان كان عضو بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية من سنة 1965 لحد 1971، وبرضه أخذ وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983. كمان أخذ نوط الامتياز من الطبقة الأولى كداعية إسلامية عام 1989. الدكتور محمد الصاوي من أبناء قرية المناشي، مدير الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بالقرآن والسنة في السعودية، الشيخ فرغل بن سيد فرغل، وهو مراجع المصحف الشريف في مجمع الملك فهد بالسعودية. طب يا ترى معالم ديروت؟ هنتكلم عن مسجد أبو العيون. ده مسجد تم تصميمه تصميم مميز وفريد، ويوجد بجواره مقام السيد إبراهيم أبو العيون اللي بيمتد نسبه لسيدنا حسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. وكمان في عمارة ناصر، واللي معروفة باسم العمارة، واللي بتتميز بمكانها في مفترق الطرق، بحيث انك مش هتقدر تروح الصحراوي الغربي او دشلوط او القرى اللي على نفس الطريق الا لما تعدي من قدام العماره. وبكده يكون فيديو ديروت خلص. منشن لصاحبك اللي من ديروت، واكتبوا لنا في الكومنتات عايزين مركز ايه المره الجايه، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زرار الجرس لو على اليوتيوب، والاكسبلور والكومنت لو على التيك توك، واللايك والشير لو على الفيسبوك. وبس كده، سلام.